أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كنوز الفرزدق. اليوم الحلقة غير ما شاء الله، تنافس قوي بين شعبة B شعبة C من ثانوية الفرزدق للبنات. العفو. أي نلتقي بالطالبة الأولى آمنة عباس علي من ثانوية الفرزدق. آمنة عباس علي. طيبة يحيى عبد من ثانوية الفرزدق. طيبة يحيى كابتن الفريق لهذا اليوم. روان محمد من ثانوية الفرزدق للبنات. روان محمد. هاي شعبة B. شعبة A الطالبة سارة صادق ثانوية الفرزدق للبنات. هنا راح يكون الفريق الأول والفريق الثاني. نوه 7 أسئلة، 5 قواعد، 2 أدب، 5 قواعد، 2 أدب، لكل سؤال 3 درجات. الوقت راح يظهر على السبورة والنتيجة اليوم تظهر على السبورة. الوقت هو 1.5 دقيقة للسؤال الواحد. نبدأ بالفريق الأول، فريق الكابتن طيبة. السؤال بالقواعد يقول: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وسؤال الناس كيف لبيد. اعرف اسم الاستفهام مؤيدا اجابتك، يعني تعطيني السبب القاعده، ثم اجعله في محل نصب. المطلب الاول. المطلب الثاني: استفهم عن الجار والمجرور باسم استفهام مناسب. اكو جار واكو مجرور، فنستفهم عنهن. لكم الوقت راح يبدا الوقت على السبوره. بدا الوقت. 2 1. ولقد سئمت من الحياة وطولها، وسؤال الناس كيف لبيد. سؤال وزاري نصا. بعد وقت هواي. جواب السمعض يعني جواب صحيح إلى الآن. أنتم تنتبهون على الجواب. ولقد سئمت من الحياة وطولها. الوقت باقي 15 ثانية، 15 ثانية لانتهاء الوقت. ديروا بالكم إذا انتهى الوقت. الوقت 3 2 1 انتهى الوقت. جاوبيني. اعراب كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا تلاه اسم معرفة. طبعا هنا السؤال يعتمد على المعنى. لبيد هو شاعر يعني اسم علم. عافية. إذا جعلتها في محل نصب اختار كيف كان اللبيد. الجواب صح إلى الآن. نصب خبر مقدم. أي استفهم عن الجار المجرور. من الحياة غير عاقل، فراح استفهم عنها بما، وإذا انصبقت بحرف جر راح ينحذف ألفها فتكون مما الحياة. والجواب صحيح 100%. تصفيق. أول 3 نقاط لفريق الكابتن طيبة. فريق الكابتن سارة. السؤال الأول بالقواعد يظهر على السبورة. يظهر السؤال إن شاء الله. سؤال الأول سؤال قال تعالى: فمن ينصرني من الله إن عصيته. وآية ثانية: من أحسن دينا. من أحسن دينا. السؤال: كيف تفرق في إعراب اسم الاستفهام في النصين؟ أكو هنا اسم استفهام وأكو هنا اسم استفهام. والسؤال الأهم اللي جبته هنا: اعرب دينا. احنا ماخذينها اكو برا الاسم النكره اسم منون بالفتحتين. الاعراب خطر جدا، فاريد الجواب ويبدا الوقت. سؤال لا يخلو من الصعوبه، بس برغم الصعوبه هذا فائده لطلاب السادس لان اجا وزاري. ما اعراب الاسم المنصوب بالفتحتين بعد اسم التفضيل. سؤال اذا جاوبن ابطال. سؤال قوي جدا. طالبات هنا فرحانات اخذن 3 درجات. يبقى عندنا الفريق الثاني اللي هو فريق الكابتن سارة. الوقت بعد وقت، نصف الوقت مضى وبدأنا بالنصف الثاني.
مضى دقيقة 30 دقيقة. بدأ العد التنازلي. الفريق الأول فريق الكابتن طيبة 3، وبانتظار جواب الفريق الثاني. خمسطعش ثانية. الوقت خلص. السؤال الأول: الجواب. من ينصرني اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لأن له فعل متعدي استوفى مفعوله. حلو. سؤالي لكم: من ينصرني؟ من ينصرني فعل متعدي شنو؟ استوفى مفعوله. استوفى مفعوله. هسه ننتظر بعدين. اي استوفى خبره. غلط. جاوبي كملي. الثانية من اسم استفهام مبني على الفتح مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لماذا؟ لأن له أحد أنواع المعارف. اسم نكرة. اسم. عيدي لي هذا: من ينصرني. من ينصرني خليل قد ينصرني. خليل ماذا؟ ماذا ينصرني. إذن هذا فعل متعدي صح، استوفى. إذن عندكم هنا جواب صح، هنا عندكم خلل بالتعليل. هسه ناخذ الدرجة هنا. كيف تفرق بين إعراب اسم الاستفهام الوارد في النصين؟ قلنا ما إعراب دينا. دينا تمييز منصوب. تمييز صحيح. تمييز. عندنا خلل فقط هنا نص درجة، نص، ودرجتين ونص للفريق كابتن سارة. تصفيق نص درجة. يلا السؤال الثاني. السؤال الثاني لفريق كابتن طيبة: أبيع وباب الناس لا يشترونه، ومن يشتري ذا علة بصحيح. أعيد: أبيع وباب الناس لا يشترونها، ومن يشتري ذا علة بصحيح. اعرب اسم الاستفهام معللا ثم استبدله بآخر معرب واعربه أيضا. من تستبدلين بمعرب هم تعربي لي إياه. الوقت. بدأ الوقت. In 3, 2, 1. أحسن اسم نكرة. بس حلو جوابكم تمييز، لأن هذا السؤال قوي جدا وزاري. اليوم نفتقد إلى الآيباد. جمهورنا انتظرونا بالحلقات، هاي حلقة قوية جدا. طبعا هذا البرنامج يأتيكم من ثانويتي الفرزدق الأهلية للبنين والبنات في بغداد في منطقة حي الزهراء الكمالية سابقا، ويكون حصرا بمدارس الفرزدق، وإن شاء الله بانتظار مسابقات أخرى تشترك فيها المدارس إن شاء الله. نذكر بجوائز البرنامج. الجائزة الأولى راح تكون للفريق الأول 1,000,000 دينار، والفريق الثاني 500، والفريق الثالث 250. وإن شاء الله راح يعجبكم البرنامج في هذه الحلقة اليوم القوية. الوقت 18 ثانية بقى. أبيع وباب الناس لا يشتري. اليوم متأخرا للفريقين بالإجابة والوقت نعم. الجواب: من يشتري اسم استفهام. اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل متعدي استوفى مفعول. والله صحيح. ماذا يشتري؟ يشتري ذا علة. الجواب صح. إذا استبدلتها من للعاقل فراح استبدل الاسم المعرب اللي هو ومضافها يكون شخصا. أي شخص يشتري ذا علة. اعربي لي أي إذا خطأ. اسم استفهام مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وجواب صحيح. تصفيق 100%. السؤال الثاني للفريق الثاني كابتن إسراء. كابتن إسراء الفريق الثاني لكم، أو السؤال الثاني. سارة مو العفو. السؤال: كم صاحبا كان الوفاء رداءه، وأخا تنكر للأخاء وأعرضا. السؤال: ما نوع كم، وما إعرابها بالقاعدة الطوني، ثم اجعلها من نوع آخر. وسؤال حلو وسهل جدا، واعتقد يجاوبنا بنصف دقيقة. كم صاحبا كان الوفاء رداءه.
وأخا تنكر للأخاء وأعربا. برنامج كنوز الفرزدق شيء أول من نوعه في مناطق بغداد إن شاء الله، وراح يتطور بالسنوات القادمة لدخول غير السادس، مو بس السادس، يعني مراحل رابع خامس. لازلنا في انتظار الإجابة. انطلق برنامج الفرزدق هذا الموسم الأول للعام 2025، وإن شاء الله نستمر إن بقيت الحياة. الوقت باقي 30 ثانية، والسؤال ما أعتقد صعب. بعد هذا السؤال إن شاء الله نأخذ فاصل. الوقت 20 ثانية. فريق هنا فرحانين باعتبار راح منعتهم نص درجة. أرى الفرحة على وجوهكم الله، وعلى وجوه الجمهور الجاي وياهم ما شاء الله فرحانين الجمهور. الوقت خلص. الجواب كم نوعها استفهامية. نوعها استفهامية. إعرابها اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. جواب صحيح. لماذا؟ لأن تلاه هو فعل متعدي استوفى مفعوله. لا، فعل متعدي استوفى خبره. استوفى خبر. اعطيني الزمي كملي لي. والنوع الآخر كم صاحب. كم صاحب صح، بس هنا راح انقصكم نص درجة لأن فعل ناقص استوفى خبره. 3 كم عبرة؟ 2.5 للفريق الثاني، أصبح 5 درجات تصفير. فاصل ونواصل. عدنا إليكم بعد الفاصل، والسؤالين بسؤالين، والنتيجة 6 درجات مقابل 5. سؤال الثالث لفريق الكابتن طيبة. سؤال الثالث قواعد. يا سائلي، أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. السؤال: اعرب اسم الاستفهام معللا ثم استبدله بآخر معرب. سؤال سهل جدا حلو. يا سائلي، أين حل الجود والكرم؟ هاي القصيدة للشاعر العملاق الفرزدق، قالها بحق الإمام زين العابدين. فيها مطلع يقول: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. جمهور اليوم ما شاء الله أبطل قاعة. خطأين بسيطات كلفتكم درجة، والوقت بعد. عندنا مباراة انحسبت بالسؤال الأخير، خلص بعد وقت. لا بدون إعراب، بس اعرب، استبدله باسم آخر معرب. الجواب نصف الوقت. الجواب: أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان تلاه فعل تام. أحسنتي. والاستبدال أي مكان حل الجود. وجواب صحيح. 3 درجات تصفير. النتيجة 9 درجات من كم سؤال؟ 3. وهنا عندنا 5 درجات من كم سؤال؟ وبانتظار سؤال الكابتن سارة. السؤال الثالث: إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، فقل أين يسعى من يغص بالماء؟ السؤال أو بماء. حدد اسم الاستفهام الوارد واعربه معللا ثم استبدله بآخر معرب. سؤال حلو. السؤال الثاني: استفهم عن الجار والمجرور في الشطر الأول باسم استفهام. الشطر الأول باسم استفهام، اعربوا لنا إياه وبدل لي باسم معرب. وهنا عندنا استفهم. بدأ الوقت، دقيقة ونصف. 3, 2, 1.
هذا حلو السؤال. زين لي غصب المي شو يسوي؟ وقت هواي بعد. فقل أين يسعى من يغص بماء. فرحانات الفريق هنا. اعرب. لا بس الثاني واحد هو. يلا ضبط الجواب بعد 20 ثانية. إلى الماء يسعى. للتوضيح إلى الماء هو الجار والمجرور، ما يخالف توضيح. 3 ثواني، ثانيتين، خلص الوقت. اعطيني الجواب. إعراب أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان لأن له فعل تام. جواب صحيح 100%. هاي درجتين أخذتون، بقت درجة. العفو ثم استبدله. أي يوم يسعى. أي يوم يسعى. يسعى. بعد اعطيني. والثاني إلى ما يسعى. إلى ما يسعى صح، بس عمو إلى أي يوم. شنو؟ اعطيني الورقة. استفهام معرب. هنا فقل إلى شنو قلتي لي؟ أي يوم يسعى. أي يوم راح تروح أيضا من عندهم نصف درجة، لأن هاي أي مكان. أي مو صحيح؟ استبدل أين باسم معرب. أين للمكان شو نقول؟ أي مكان. أي ولو مكان. كانت متى لقلنا أي يوم. ودرجتين ونص للمرة الثالثة تصفيق. 7.5 درجات مقابل 9. الفارق هو درجة ونص، يعني نصف سؤال. سؤال قال الظرف زمان مو مكان. احنا نقصنا درجة بعد نص صح. السؤال الرابع لفريق الكابتن طيبة. السؤال الرابع. قال المأمون أفتحبس أصحابي ولي بهم حاجة؟ قال نعم. لماذا جاء الجواب بنعم في النص وما خصيصة الهمزة؟ الوقت. The game begins in 3, 2, 1. ما تشوفين قليلة أوضح وفي الوقت عمو. جاي نقرأ السؤال أكثر من مرة. قال المأمون أفتحبس أصحابي ولي بهم حاجة؟ قال نعم. لماذا جاء الجواب بنعم في النص وما خصيصة الهمزة؟ باقي وقت دقيقة هواي. نذكر بالنتيجة 9 مقابل 7.5 للفريق كابتن سارة والكابتن طيبة 9 درجات. هل يتعثرون؟ باقي نصف الوقت بعد هواي، نصف الوقت. انتبهوا للجواب عمو. – 25 ثانية كثير الوقت. نشكر المخرج والمصورين اللي جاي يبذلون عطاء كبير، قاعدين عقال هيك. مثبت أهم جواب عنها. 6 5 4 الوقت. الجواب الجواب بنعم، وذلك لأن الاستفهام تصديقي بالهمزة الاستفهامية، والإجابة تكون عنه بأحد حروف الجواب وهو نعم. أحسنتي. وما خصيصة الهمزة؟ خصيصة الهمزة لها الصدارة بالكلام، وذلك لأنها سبقت أحد وجواب كامل 100%. 3 درجات تصفيق. 12 درجة. خلينا ننتظر السؤال القادم الرابع للفريق كابتن سارة. الفريق سؤال الرابع مخرجنا. السؤال الرابع قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. ما خصيصة حرف الاستفهام
وما إعرابه، يعني إعراب الحرف حتى تنتبهون. طبعا إحنا الغاية من الأسئلة أنه الطلاب يستفهمون، يستفاد. أريد ما خصيصة الهمزة وما إعرابه، إعرابه يا هو حرف الاستفهام. ثم بين نوع الاستفهام الوارد مرتين في النص. ثم بين نوع الاستفهام الوارد. إذا السؤال ما واضح قل لي نعم. أعتقد راح تجيب 3 درجات. أعزائي الطلاب ركزنا على إعراب حرف الاستفهام، لأن الطالب ما يركز على إعراب، دائما يركز على إعراب اسم الاستفهام. إعراب حرف الاستفهام. والاستفهام بعدين ورد مرتين ما نوعه بدون تعليل. بعد هواي وقت دقيقة راجعوا. إعراب الحرف ما خصيصة حرف الاستفهام وإعرابه. بعد نصف الوقت، بعد 40 ثانية. مرتين ما نوع الاستفهام الوارد مرتين في النص، اكو استفهامين. اريد نوعهن بدون تعليل. 25 ثانية كثير الوقت، على كيفكم. بدون سبب، بس اعطيني نوعيتين. ها هي الاول كذا والثاني كذا. الوقت 4 3 2. ها هي، اعطوني الجواب. أول شيء خصيصة الهمزة لها الصدارة في الكلام ودخلت على جملة منفية. حلو. والله جواب صح. وإعراب حرف لا محل له من حرف لا محل له من الإعراب. ركزون على الأي. أول شيء ثم بين نوع الاستفهام الوارد مرتين. أول واحد تصديقي. عافية. والثاني تصوري. تصفيق وتوقعتها 3 درجات. الدرجة إلى السؤال الرابع قبل الفاصل 12 10 ونصف فاصل، ونعاود إليكم بالسؤال الخامس لهذا اليوم. عدنا إليكم بعد الفاصل، والسؤال الخامس لفريق الكابتن طيبة اللي هو الفريق الأول اليوم. السؤال الخامس: لو قلنا أي فتى تصاحب، من تصاحب؟ ما الفرق في إعراب اسمي الاستفهام موثقا يعني السبب؟ The game begins in 3 2 الوقت بدأ. أي فتى تصاحب ومن تصاحب؟ يدبرنها 3 درجات لي قدام. فارق مو كثير، 1.5 درجة. نذكر بالنتيجة 12 الفريق الأول و10 ونصف الفريق الثاني. مباراة قوية جدا. خمسة 35 ثانية باقي للوقت. يركزون بالإجابة الفريقين، يلا يجاوبون، لذلك جاي يتأخرون بالوقت. الجواب نسمعه من الكابتن طيبة. أي فتى تصاحب، أي اسم استفهام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. أحسنت، جواب صحيح. الجواب الثاني: من تصاحب، من اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به تلاه فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. حلو، عيدي لي الأول. خلنا نخصج. لا ما تكتبين بعد، عيدي لي الأول. اسم استفهام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تلاه فعل متعدي لم كاتبته تلاه؟ إذا كاتبته تاخذ 3 درجات قبل لا نصفر.
وجواب صح. فعل متعدي، جواب صح، 3 درجات تصفيق. السؤال الخامس والأخير بالقواعد لفريق الكابتن سارة. شوف السؤال الخامس، قال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. اذكر الزمن الذي أفادته أيانه ثم بين الفرق بين متى وأيانه. سؤال حلو سهل جدا. بدأ الوقت. ما الزمن الذي أفادته أيانه ثم بين الفرق بين متى وأيانه؟ أيضا 3 درجات راح ياخذون. نذكر بعد هذا السؤال راح يصير تبديل بالفريقين، كل فريق عنده واحد احتياط يحتاجه في مادة الأدب. الفرق بس بدون اعراب، ما عندنا اعراب بعد وقت هواي. ما الزمن الذي افادته ايانه ثم بين الفرق بين متى وايانه؟ جواب لو بعد عندكم وقت ضبط الجواب. 3 درجات. عشرون ثانية بعد وقت. 20 ثانية. الجواب، نسمع الجواب. اذكر زمن الايام اللي فادت المستقبل. عافية. ومتى ماضي. لا هسه السؤال، ماذا الذي افادته ايانه؟ مستقبل. هسه اعطيني الفرق بين متى وايانه. ايانه تاتي مع الماضي ومع المستقبل، وايانه مع الماضي. هسه اعطيني الورقة. اعطيني الورقة. الله راح ارجع. متى للماضي صح، وايانه للمستقبل وتفيد التهويل. الفرق بيناتهم ايش قلتي لي؟ الفرق بيناتهم ايانه للمستقبل ومتى للماضي. وجواب صحيح نعتبره 3 درجات. النتيجة بالقواعد إلى الآن 15 13 ونص. بقى عندنا سؤالين أدب تبديل، عندنا فريقين كل وحدة تبدل أدب. عندنا كل وحدة. يلا من تجينا هنا بالأدب؟ لا أنت لا أبقي، لا تبقى طيبة لأن هي الكابتن. وحدة كابتن يبقى طوال الحلقة. يلا هنا استبدال صار عندنا بالأدب. الكابتن انطينا خلي يستريح. السؤال السادس بالأدب لفريق الكابتن طيبة. سؤال السادس، ماذا يقول الشاعر؟ واسب في عطفك عطف الياسمين وانثني غصنا إذا الغصن انثنى. من القائل ومن أي مدرسة؟ ثم اكتب 3 أبيات بعد البيت المذكور. استعجلوا، 1.5 دقيقة الوقت. The game begins in 3. واسب في عطفك عطف الياسمين وانثني غصنا إذا الغصن انثنى. حبذا لو قل. يلا خطأت، أنا آسف راح أعوض. من القائل ومن أي مدرسة؟ أسئلة متوازنة بين الفريقين. يوم خلينا بالأدب كم شاعر؟ 4، كل فريق شاعرين. 50 ثانية. عبر نصف الوقت. فريق هنا ينتظرهم حتى يتعثرون. أنا أعتمد على الكتابة. الوقت 10 ثواني في تنازل. أعتقد راح تطير من عندهم هنا منتظرين. جواب، يلا الجواب. القائل محمد سعيد الحبوبي. محمد سعيد الحبوبي. المدرسة مدرسة الإحياء. مدرسة الإحياء.
الأبيات اللي تتلي هذا البيت هي انطيني واقري لي. حبذا لو قلبك القاسي لين، إنما عطفك كان الألينا، وانعطف أنت إذا ما انعطف قدك المهزوز هز الغصنا، إن في غدك روضة شغفة مقلة الرأي. كاتبين صح، و3 درجات تصفيق. ننتظر السؤال أدب السادس حتى نعطي النتيجة قبل السؤال الأخير. السؤال السادس أدب. كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا، من القائل ومن أي مدرسة؟ ثم اكتب له 3 أبيات بعد البيت المذكور. كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا في، وكان أقصى. 3 2 1. براها وكان أقصى. يبقى الحسم أيضا على السؤال الأخير لهذا اليوم. وقت بعد الوقت، خلينا على السبورة مخرج. يلا ما يخالف نص. كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا، وكان ثلاث أبيات بعد البيت المذكور. بعد وقت ما يخالف، نعطيكم انتم لين الساعة هنا سؤال حلينا شوية. واعتقد جواب جاي سمعة صحيح 100%. راح تكون الحسم في السؤال الأخير. بعد وقت عندكم. باقي 10 ثواني. ونسمع الجواب. سارة. أي كانت منازلنا في العز شامخة. من القائل؟ حافظ إبراهيم. حافظ إبراهيم من أي مدرسة؟ مدرسة الأحياء. مدرسة الإحياء. كانت منازل وراها كان أقصى منها نهر المجرة لو دقيقة خلينا نقرأ البيت ونقرأ براه. كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا في كملي. كان أقصى منها نهر المجرة لو من مائه مزجت أقداح ساقينا، فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا شجرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا لا جرح ولا نشب ولا خل ولا صديق ولا خليل. كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا، وكان أقصى منها نهر المجرة لو من مائه مزجت أقداح، والشهب لو إنها كانت مسخرة لرجل كان يبدو منه، حتى غدونا ولا جاه ولا نشب ولا صديق ولا خل. و3 درجات تصفيق. بقى عندنا السؤال الأخير للفريقين. نذكر بالنتيجة 18-16 ونص، نتيجة متقاربة. السؤال الأخير الأدب لفريق كابتن طيبة. السؤال السابع رد الكلمات في أبياتها. يراع الصارم قراع. 3 أبيات كتبوا. The game begins in 3 2 3 أبيات 1. ثلاثة أبيات. طبعا من سابقة أي طالب وأي واحد خاسر راح يلعب لعبة ثانية، يعني مو هذا المطاف الأخير. يراع الصارم للتوضيح كلهن بشاعر واحد. أيضا أنتم شاعر واحد راح يجنكم. كل وحدة لها درجة. يراع الصارم قراع. ...25 ثانية الوقت.
مباراة حلوة كانت اليوم، ولم يعلن الفائز إلا السؤال الأخير. عشر ثواني، جواب نسمعه. يراع. هذب يراعك وانصب دولة القلم واحمل على الدهر في جند من أحسنتي. الحلم. صارم. تستغمد الصارم المسلول نبعته طوعا بجري تستغمد مداد. الصارم، عافية. لا بجري دم. قراع. السيف يثلم وان طال القراع به وفي اليراعة سيف غير منثلم. تصفيق ودرجة كاملة 21 درجة. إلى الآن بالمسابقة الفريق الثاني اللي ياخذ 21 درجة هو كان من فرق البنات. الفريق الأول من شعبة أي، والفريق الثاني، والتصفيق مرة ثانية لهم. السؤال الأخير والسابع لفريق الكابتن سارة، أيضا أدب، أيضا رد الكلمات لأبياتها. الأبلج المهيع يذال كلها عند الجواهري. الأبلج المهيع يذال. The game begins in 3, 2, 1. مباراة كانت قوية مو جمهورنا اليوم؟ بعد وقت هواي. نسمع الجواب لو بعد نسمع الجواب. الأبلج. بعدكم بعد. الأبلج المهيع يذال. عشر ثواني. خلص الوقت. خلص الوقت. يلا كتبي ما يخالف. كاتبته؟ لا. يلا كتبي ما يخالف. يلا جاوبيني. جاوبيني. الأبلج. الأبلج. فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج. فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي. المهيع. وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي. عافية. يذال. يذان وصونا لمجدك من أن يذال بما وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي. فيا أيها الوتر في الخالدين فدا إلى الآن. والجواب صار 19:30. وانتهت حلقة اليوم بفوز فريق الكابتن طيبة. صعد الخسران راح يلعب لعبة ثانية إلى تشانس ثاني إن شاء الله. كنا وإياكم وبرنامج كنوز الفرزدق مع الأستاذ رعد الكناني. شكراً.